وعايز اقول لك ان انا بصور لك اصلا الفيديو ده وانا لسه جاي الجيم من شويه، وكنت بذاكر الصبح وعندي امتحان رمض لسه كمان كام يوم. خد الكبيره بقى، التمرين فتره الامتحانات هيخليك تنظم يومك بشكل مرعب. لكن بقى تخيل معايا العكس في المقابل، لو الامتحانات دخلت وما وقفتش تمرين وحافظت على تمرينك. ما ينفعش اوقف الشغل مثلا اقول لحد ما اخلص ساعات وارجع اشتغل تاني، ما انت كده في غيرك هيجي يسبقك. واقول لك بقى على نصيحه تخليك تذاكر حلو وتتمرن في نفس الوقت. اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم في الحلقه دي عن موضوع حاسس ان عاوز اتكلم فيه اكتر ونوصله للشباب اكتر، بالذات الشباب الصغير فيما فوق، او اي حد لسه في مرحله الدراسه، او لسه مثلا بيكمل دراسه حاجه تاني سواء ماجستير مثلا دكتوراه او حاجه زي كده. ايه علاقه ان انا مثلا بمتحن فاوقف تمرين؟ ايه العلاقه بين الاتنين؟ مش فاهم. ليه مثلا كل ما اسال حد اقول له ايه اخبار التمرين، الدنيا تمام، ايه الاخبار طمني، يقول لي انا موقف دلوقتي. ليه يا عم؟ اصل انا بامتحن. ايه العلاقه انك توقف تمرين في الامتحانات؟ فاجي اساله تاني طيب برضه ليه موقف الامتحانات؟ يقول لي اصل انت عارف بقى مود الامتحانات وجو الامتحانات ومش فاضي ومفيش وقت. مفيش وقت، هي دي اللي انا مستنيها. تعالى بقى، بتقول لي مفيش وقت، بتقعد كام ساعه على الموبايل، تقعد كام ساعه قدام التلفزيون، بتقلب على السوشيال ميديا والفيس والتيك توك كام ساعه في اليوم، بتخرج مع اصحابك كام ساعه في اليوم، بتقعد على القهوه كام ساعه. يعني انت بتعمل كل ده عادي في فتره الامتحانات، وجيت على التمرين الغلبان هو اللي هيعطلك الدنيا وهيضيع لك وقتك ويخليك ما تذاكرش كويس؟ اكيد لا طبعا. ويوسفني اقول لك انك غلطت غلطه عمرك. طب ليه؟ لان اول حاجه ببساطه، الامتحانات هتدخلك في مود استرس ومود سيء. مش هتبقى بتفكر في اي حاجه غير انك عاوز تخلص امتحانات، عاوز تخلص المذاكره اللي عليك وخلاص. مش هيبقى فارق معاك شكل جسمك، مش هيبقى فارق معاك صحتك، شكل اللبس عليك، حياتك نفسها عامله ازاي. فهتخش في مود سيء جدا وكانك كده دخلت دوامه مش عارف تطلع منها. غير اكلك طبعا اللي هتبوظه وتبهدله وتقول اصل انا كده اروح المطعم الفلاني اجيب اكله معينه او اطلب دليفري وجبه معينه كده عشان افك عن نفسي شويه. هنخش في حته الدايت والاكل دي قدام شويه، الصبر ما تقلقش. ولما تخش في المود السيء بتاع الامتحانات ده اللي قلنا عليه، مش بقيت كمان تخش في اكتئاب. اسمع مني. طب ليه؟ لان انت اصلا حتى لو مش بتمتحن، انت واحد بتتمرن وملتزم بتمرينك، جيت مره واحده وقفت ايا كان الظرف اللي وقفت عشانه، هتحس اصلا انك متضايق ومخنوق وتحس كده في حاجه ناقصه في اليوم. طب وليه برضو؟ علشان زي ما بنقول في معظم الحلقات، التمرين هو علاج نفسي، مش مجرد برضو تروح عشان تحسن شكل جسمك او عضلات بس، لا. في جانب نفسي وصحي كبير جدا التمرين بيحسنه وليه دور كبير فيه وانت مش حاسس. كأن كده التمرين في اليوم جرعة الإيفوريا أو جرعة الدوبامين اللي بتاخدها في يومك. فلو جيت وقفت التمرين حتى وانت اصلا مفيش امتحانات، عادي قلنا وقفناه لاي ظرف، هتحس في حاجه ناقصه في يومك. فتخيل بقى لو انت كنت ملتزم في تمرينك وجيت وقفته ودخلت في المود السيء بتاع الامتحانات اللي لسه قايلين عليه من شويه، هتلاقي الدنيا باظت من ناحيتين. فاللي هيترتب على الموضوع ده ايه؟ اول حاجه ببساطه، مش هتبقى في كامل قواك وتركيزك في المذاكره. يعني مثلا بتخلص محاضره في ساعه، لا هتخلصها في ساعتين، وهتفقد كده حماسك وشغفك. مع اني ما بحبش كلمه شغف دي، بس هتفقد كده حته انك عاوز تخلص مذاكره وتنجز في يومك. وتنجز هنا مش يعني تكروت في يومك، لا، يعني هنا تحقق انجاز فعلي، وتحس كده طاقتك في المذاكره بتقل وطاقتك في اليوم عامه بتقل، واليوم بتحس بيعدي ملوش اي طعم. غير طبعا شكل جسمك وصحتك اللي هتدمره وتبهدله. ونفس الفكره في الدايت برضه، لو انت وقفت تمرينك في الامتحانات طبيعي هتبوظ اكلك. حتى برضه لو مفيش امتحانات وانت بتتمرن بيديك حافز كبير جدا انك تظبط اكلك والدايت بتاعك. فلو وقفت تمرين الاحتماليه انك تبوظ هتعلى جدا ونسبه كبيره هتبوظ. واكبر دليل على ده ان انا مثلا وناس كتير جدا اعرفها كده، وممكن تكون انت كمان كده، هتلاقي نفسك في يوم الراحه ماشي على الدايت بصعوبه عن يوم التمرين. لان انت في يوم التمرين هتحس انك انت عارف تظبط الاكل ومش عايز تبوظ والدنيا تمام واليوم بيعدي، لكن هتيجي في يوم الراحه تحس انك كده يجي لك افكار عاوز تبوظ، مش عارف تمسك الدايت قوي. بيجي لك كده احساس انك عاوز تجرب الاكله الفلانيه او تحلي مش عارف منين، او تجيب اكل مش عارف منين. فالتمرين بيلعب دور كبير جدا انك تلتزم على الدايت بتاعك والاكل بتاعك وما تلخبطش فيه. وفي نقطه تانية مهمه، ان انت مثلا لو ماشي فتره على دايت ومظبط اكلك وبتدخل لجسمك اكل صحي بس، لو جيت مره واحده وقفت كل ده وبوظت وكلت حلويات كتير وسكريات كتير، هتعلي الانسولين في جسمك، هيضرب في دماغك بدرجه كبيره جدا. هتحس انك كده في ايرور في دماغك ومش عايز تعمل حاجه في اليوم غير انك تنام بس. فلو وقفت تمرين وبوظت في اكلك ودخلت امتحانات، انت متخيل الكوليكشن ده على بعض هيبقى عامل ازاي؟ هسيبك انت تتخيل الموضوع ده. لكن بقى تخيل معايا العكس في المقابل،
لو الامتحانات دخلت وبدأت امتحانات وما وقّفتش تمرين وحافظت على تمرينك، ممكن تكون قلِّلت شوية يوم، قلِّلت شوية في شِدّة تمرينك، الأكل وقع منّك كام يوم، بس still بتتمرّن وstill بتحاول تحافظ على الموضوع، فلمّا تتمرّن مع الامتحانات فاكر الmood السيء اللي قُلنا عليه بتاع الامتحانات ده، هنا مش هتحس بيه، وعادي هتصحى من النوم مثلًا هتبقى عاوز تروح تتمرّن عشان ترجع تذاكر، أو تصحى من النوم عايز تذاكر وتروح تتمرّن بالليل أو في نُص اليوم أو أيًا كان، مش هتفرق، اتمرّن في أي وقت، المهم إنّك تتمرّن. هنا بقى تركيزك في المذاكرة هيعلى، تحصيلك للمذاكرة والمعلومات اللي بتذاكرها هتبقى أعلى بكتير أوي، الstress والmood السيء بتاع الامتحانات اللي قُلنا عليه مش هتحس بيه، وهيقلل من التوتر بشكل كبير جدًا، وهتحس حياتك ماشية عادي. خُد الكبيرة بقى، التمرين فترة الامتحانات هيخلّيك تنظّم يومك بشكل مرعب وشكل جبار، هاقول لك ليه، هتيجي تصحى من النوم هتصحى بسرعة، هيبقى عندك حماس، هتقول أنا عايز أبدأ أذاكر وأنجز اللي عليَّ وأذاكر محاضرات كتيرة عشان أفضّي وقت بالليل وأروح أتمرّن. هتيجي مثلًا لو خدت بريك رُحت للسوشيال ميديا أو الموبايل أو الفيس والتيك توك والحاجات دي بين المذاكرة، هتسيب الموبايل تقول لا، لأ، أنا مش عايز أضيّع وقت عشان أكمّل مذاكرة وأخلّص عشان أعرف أروح الgym بالليل. فهتلاقي اليوم نفسه بتاعك بقى منظّم أكتر، وبقيت تلتزم وبتذاكر حلو، وشكل جسمك هيبقى حلو وصحتك حلو ومودك حلو. وخلّي بالك إنك تحافظ على مودك كويس في الامتحانات هيفرق معاك 180 درجة في المذاكرة بتاعتك. وعايز أقول لك إن أنا باصور لك أصلًا الفيديو ده وأنا لسه جاي الgym من شوية وكنت باذاكر الصبح وعندي امتحان رمض لسه كمان كام يوم، وشغال امتحانات طويلة لسه 3 شهور تاني لقدّام، فأنا ما ينفعش أعزل نفسي في ال3 شهور دي أضيّع شكل جسمي وصحتي عشان خاطر الامتحانات وأسيب نفسي للmood السيء بتاع الامتحانات اللي قُلنا عليه، ما ينفعش. ما ينفعش أوقّف الشغل مثلًا أقول لحد ما أخلّص امتحانات وأرجع أشتغل تاني، ما أنت كده في غيرك هييجي يسبقك، في غيرك هيشتغل أيًا كانت الظروف اللي حواليه وهتلاقيه سبقك بكتير. وأقول لك بقى على نصيحة تخلّيك تذاكر حلو وتتمرّن في نفس الوقت، وهي اصحى بدري، لمّا تصحى بدري هتلاقي اليوم طويل جدًا واليوم بيبقى فيه بركة فعلًا وتخلّص كل حاجة، أنت بس اللي ما تكسّلش وما ترخيش وهتلاقي نفسك بتنجز كويس. فالخلاصة فترة الامتحانات أكتر فترة تبقى مناسبة للتمرين، وأكتر فترة بتكون ملتزم فيها ومنتظم فيها وبتبقى خايف على كل دقيقة من وقتك. وبس كده دي كانت حلقة النهارده. لو الحلقة فعلًا عجبتك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتشير الفيديو مع أصحابك عشان الفيديو ينتشر لأكتر عدد ممكن وكله يستفيد. وما تنساش get fit with Dr. Fit. استنوا الحلقات الجاية.